هنتكلم عن مسألة قد تبدو الإجابة عليها سهلة من الوهلة الأولى، وهي إيه هي القيم الثورية التي أوضعتها التجربة النصرية في الوثيقة الدستورية. أول إجابة هتسأل مجموعة الأصول الاقتصادية والاجتماعية، لكن الحقيقة المسألة مش بهذه البساطة، وأنا هجاوب على ده من خلال مسألة مهمة جدا. هستعرض مع بعض كده دستور 23 اللي بيتغنوا بيه وبيقولوا إن دي تجربة رائعة ودستور عظيم ورائع، مرورا بالدساتير المختلفة، يعني 30 اللي هو وقف العمل دستور 23 ثم 30، وهو صورة طبق الأصل مع تقليص بعض النصوص منه، ثم دستور 56 ثم 64 ثم 71. وأنا بتكلم الحقيقة يعني هطلع كده وأنزل حسب القضية اللي بتوديني، لأن مهم جدا نلم بالمسائل دي، لأن في الحقيقة من كان لهم موقف عدائي من ثورة يوليو، ولما أقول ثورة يوليو أنا هنا بتكلم عن نطاق زمني 23 يوليو 52 إبريل 74. أنا ده رؤيتي. يوليو انتهت في إبريل 74. إبريل 74 ده تاريخ تغيير النظام الاقتصادي والاجتماعي لمصر والأخذ من النظام الانفتاحي والبداية والخضوع للنظام الأمريكي والخضوع لكل متطلباته، ثم تلاه المرحلة اللي بعد كده صندوق النقد الدولي والتبعية الأمريكية. فعشان ما حدش يقول لي أنا بتكلم في نطاق من 52 إلى 74، دي رؤيتي اللي أنا بتكلم عنها، لأنه في 74 الخط اتغير تماما يعني.